جاي اقول لك ولادك ثم اولادك ثم اولادك. السلام عليكم. النهارده جاي اتكلم عن اولياء الامور، جاي اتكلم معاكم بحب، جاي اتكلم معاكم باخويه، جاي اتكلم معاكي من ام الام. جاي اقول لك ان قبل ما تبدا السنه الدراسيه ابداي جهزي نفسك، ابداي استعدي استعداد كويس، ابداي اعملي ورقه وحطي فيها ايجابياتك وسلبياتك السنه اللي فاتت مع اولادك. ابداي شوفي ايه اللي حققته النجاح، حققتم النجاح وابداوا زودوا الجرعه، ولا قدر الله ايه السلبيات حاولي تغيريها وتبقي ايجابيات. جاي اقول لك ومش جاي انظر عليك والله، جاي انا انصحك بحب واخويه، جاي اقول لك ولادك ثم اولادك ثم اولادك. كل شيء في الكون بيتعوض الا اولادك. جاي اقول لك مفيش مبرر خالص في الحياه لتقصيرك في اولادك. هتقولي تعليمي بسيط، هقول لك انا برضو زيك في مواد دراسيه اجهلها بعين عن ماده العربي، بحاول فيها بعافر فيها، مش بستسلم واقول لا انا مش عارفه الماده دي، بحاول. ما هو ما ينفعش هسيب ابني او بنتي في المواد الدراسيه الصعبه دي وحدهم. طب ما انا في مواد انا كتير، يعني انا ما اعرفش غير العربي، بس بعافر في الانجليزي، بعافر في الرياضه، بسال بدور، ممكن اسمع فيديو معاهم، المهم بنحاول. فلو تقول لي ده مش تخصص اقول لك حاولي، تيجي تقول انا دبلوم اقول لك والله العظيم ياما دبلومات طلعت دكاتره ومهندسين، فبلاش تتلكك بانك دبلوم. ماله الدبلوم؟ ما انت متعلم اهو، بتفك الخط برضه. ابدا اجري مع ابنك، ابدا اذاكري معاه، اسمع فيديوهات. ما انا ابني ضعيف وماله، واحده واحده انتوا الاثنين حتى تتعلموا مع بعض. والله العظيم انا لما كنت بذاكر مع بنتي انجليزي كان في قواعد وجرامر اتعلمت معاها مش فاكراها من ايام الثانوي، او يمكن طلعوا القاعده معايا مش مظبوطه، بدات اتعلم معاها. اولياء امور السنه اللي فاتت انا طبعا مبدأ الاساسي ودايما بشرط على ولي الامر انك لازم تتابع مع ابنك، لازم، دي فكره اساسيه. ولما لقيتهم بيجمعوا لي اسباب لعدم الالتزام في المتابعه، كنت بعملهم ريكوردات شرح، ريكوردات شرح وابعتها على الواتس علشان تبدا تسمع الشرح، فتبدا تفهم، فتبدا تتابع مع ابنها او بنتها المذاكره. والحمد لله بفضل الله الناس اللي عندها عزيمه واراده، والله العظيم حقيقي اتفاجأت من اولياء امور كتير خالص ان احنا كناش بنحب، ان احنا بدانا نحبه، احنا بدانا نفهم قواعد اللغه العربيه مع اولادنا، احنا بدانا نذاكر مع اولادنا. اصل ايه، انا دلوقتي ذاكرت مع الكبير هيستفيد اللي بعده واللي بعده واللي بعده من خبرتك. بس انت ابدأي وما تجمعيش سبب. هتيجي واحدة تاني تقول والله انا مضغوطة من الحياة، كلنا والله العظيم، والله العظيم كلنا احنا، الله يعيدنا ويساعدنا يا رب جميعا، مضغوطين في الدراسة، مضغوطين من الحالة الاقتصادية، مضغوطين اجتماعيا اسريا، كلنا من اللي عندنا ضغوطات. بس ايه الفايدة؟ يعني الضغوطات دي تهون جبال مستقبل ولادنا. يعني لا قدر الله لا قدر الله لو كلنا انسقنا ورا الضغوطات هيبقى الضحية ولادنا. حرام، مش جايبينه في الدنيا عشان نظلمهم، مش جايبينه في الدنيا علشان يضيعوا مننا، خساره ما حلتناش غيرهم. في يوم من الايام ابنك وبنتك ده يا هيدعي لك يا هيدعي عليكي. لو انت تعبتي معاه واتقيتي الله وبداتيش تجمع اسباب واعذار لتقصيرك معاه، في يوم من الايام هيدعي لك، هيفتكرك بالخير. ولو انت قصرتي وجمعتي اسباب ليه او لنفسك، في يوم من الايام هيبقى مصدر دعاء ليكي، هيبقى ولا قدر الله لا قدر الله بعد الشر يا رب على اولادنا اللي جعلهم كلهم الصالحين المتفوقين، هيبقى خنجر في ظهرك. فليه ما احنا نتعب كل شيء في الكون يهون الا اولادنا. فكلنا يا اما واحده بتقول انا مش خريج كليه بس مش تخصصي، لا، عايزه اقول لك الموضوع ابداي عافري مع نفسك، ابداي حاولي وان شاء الله ربنا هيوفقك. طيب انا دبلوم اقول لك بتفك الخط زي الفل، ابداي برضه حاولي، اسمعي يوتيوب، اسمعي ريكورد شرح، ابداي اقعد مع ابنك ذاكري معاه. طب ضعيف حاولي ما تيأسيش، حاولي ما تيأسيش. طيب طب والله انا مضغوطه في الحياه، طب ما كلنا مضغوطين. طب حرام احلى حاجه في حياتنا يبقى هم الضحيه. يا اما الحاجه الرابعه ولية امر كسوله، سامحيني، كسوله، عايزه تنيم ضميرها، عايزه تريح ضميرها، مش عايزه تتعب، فبتتلكك باي حاجه. هي كده محبه للحياه، بسم الله ما شاء الله عليها، محبه للحياه، فمقرره انها ما تضغطش نفسها مع اولادها، فبتدي مبررات لنفسها. انا وانا معقوله بعد ما خلصت كليه اذاكر تاني؟ حبيبتي ذاكري تاني، ايه المانع؟ طب ما هم يعتمدوا على نفسهم، معلش، اذا كان ربنا مديكي في اولادك حد كويس رزقك، طب حد محتاج مساعدتك اقفي جنبه، ما ده ابنك. تخيل
تخلي عن حبك للحياه، انسي نفسك كأنثى، انسي نفسك كست محتاجه تعيش الحياه وعيش لاولادك. خلاص انت ادام قررت تبقى معاكي اولاد، يبقى بتتنازلي عن نفسك شويه في مقابل اولادك. فبلاش فكره انك انت بتجمع مبررات. طب انا هذاكر نفسي تاني، طب ايه ما اطلعش، ما افكش على نفسي. لا، ما تطلعيش ولا تفك عن نفسك، خليكي قاعده مع اولادك. مسيرك في يوم من الايام هياخدك هو، ولما ربنا يكرمه ويمسك شهاده عاليه ياخدك يفك بيكي، يعمل لك عمره، يطلع بيكي، يسافر بيكي دوله اوروبيه، اي مكان. هيعوضك صدقيني. على قد ما انت هتتنازل وهتتعبي، اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك في يوم من الايام وهتلقيه يعوضك على اللي انت هتشوفيه في الدنيا دي او تعبك معاه. فبلاش تدور على نفسك او تجمع نفسك بره. طب ما انا بدي درس، لا هقول لك والله ده مش سبب برضه ليكي، معلش ذاكري معاه واتعبي معاه. خلاص الكلام انت مالكيش مبرر. ابدأ شاركي ابنك مسيرة الحياة التعليمية. في يوم من الايام لما تجنوا الزرعة دول انتوا الاثنين هتحسوا بفرحة كبيرة خالص. اي حاجة تحسيها واقفة في سكتك استعيني بالله واجمع حلول ليها. بلاش تجمعي اعذار علشان تركني نفسك. ما تركنيش نفسك، امشي وانت ابنك في خط واحد، خط العلم. هتحصدوا انتوا الاثنين احلى زرعة. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، وسنة دراسية سعيدة علينا وعليكم بإذن الله.